السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاكم وفاء مصطفى. هنعمل النهارده مع بعض يا جماعه شويه بسكوت تحفه جدا. احلى حاجه بقى لما نعمل كوبايه شاي ونبل بقى فيها البسكوته كده، وهنعيش مع البسكوت الروعه ده. مكوناته سهله جدا ومقادير مظبوطه 100%. تعالوا نشوف مكوناتنا. معايا ربع كيلو زبده، اي نوع زبده، كوبايه سكر بودره وبيضتين، ومعايا 4 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم نص معلقه بيكنج باودر وتلت كوبايه من اللبن ومعلقه خل. وكمان معايا ربع كوبايه من الزيت اهي يا جماعه. تعالوا بقى نبدا نشتغل على طول. هيتعمل معانا في 5 دقايق هنكون خلصناه. هنحط بقى الزبده في طبق يكون يعني عميق كده نعرف نشتغل فيه. والزبده بتاعتي زي ما انتم شايفينها طريه، هي ساقعه بس يعني طريه شويه عشان سهوله ضربها. حطيت عليها الزيت ربع كوبايه، وحطيت عليها كمان كوبايه السكر. معايره الكوبايه دي بالكوب المعياري سكر بودره. مقدار السكر مظبوط بالملي يا جماعه، يعني انصحكم ما تزودوش عليه ولا معلقه ولا تشيلوا منه معلقه، هو مظبوط جدا على المقدار بتاعي. بالمضرب بقى هبدأ اضرب السكر كده مع الزبدة، بس حاولوا تدوبوه شوية قبل ما تشغلوا المضرب عشان ما يطرش كده يعني في المكان ويبهدل لكم الدنيا. وبعد ما تضربي هتبص تلاقي الخليط بتاعك بدأ يبقى عامل زي الكريمة كده. افضلي اضربي فيه لغاية ما يفتحها اكتر ويهيش ويزيد في الطبق كده. وكده خلاص هيبقى السكر بتاعي اتأكدت ان هو داب، طالما الخليط افتح كده والابيض وبقى عامل زي الكريمة. شايفين قوام كريمي جدا. هجيب بقى البيض بتاعي وانزل بيه بيضتين اهم، برضو البيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وهنزل بيهم. وانا النهاردة ما عنديش فانيليا فهحط خل بدل الفانيليا. عموما البسكوت اللي بيتعمل بالزبدة يا جماعة طعم الزبدة هو اللي بيبقى ظاهر، وريحة البيض ما بتبقاش باينه خالص. فحطيت البيضتين وهكمل برضو ضرب لغاية ما البيض يعني يدوب خالص، ما يبقاش باين له اي اثر، والخليط يرجع كريمي تاني زي ما انتم شايفين كده. بلم بقى الجوانب عشان لو في اي حاجه في الاطراف لسه ما اتضربتش كويس بالمضرب، هنلمها ونحطها على الخليط ونضرب تاني كده شويه. وكده خلاص الخليط بتاعي تمام. هحط بقى دلوقتي معلقه الخل الكبيره اللي هتقضي خالص على اي ريحه بيض، وهتدي هشاشه وقرمشه كمان حلوه للبسكوت. تمام كده. انا بس هشيل يعني المضرب بتاعي، بس همسح المكان كده. ودلوقتي معايا ايه؟ بصوا الحركه دي يا جماعه اللي هتدي خفه جامده للبسكوت. ربع كوبايه من اللبن، هي تلت على فكره كوبايه من اللبن. بصوا انا حطيتها على نص معلقه من البيكنج باودر، وبصوا بقى الفوران اللي انتوا هتشوفوه ده، يعني الخليط هيدلق معايا من الطبق. فعلى طول بروح هناك واحطه على البسكوت، يعني على خليط اللي احنا عملناه ده. هيدي هشاشة. عارفين يا جماعة فكرة النشادر اللي بتحط على البسكوت؟ ده هيدي مفعول النشادر، وهيدي البسكوت هشاشة حلوة جدا. بضرب بقى بالمضرب شوية كده عشان البيكنج باودر مع اللبن اللي احنا حطيناهم وتفاعلوا دول يعني يختلطوا بكل الخليط. وبعدين هلم بقى كده بالمعلقة يعني هتأكد انه اتخلط كويس قوي قبل ما انزل بالدقيق. كمية الدقيق بتاعتي 4 كوبايات ونص من الدقيق. وهقول لكم بقى في صندوق الوصف المقادير بالكوب وكمان بالميزان يعني بالوزن، عشان يبقى في دقة في يعني الشغل. مع انك يعني لو هتعمليه بالطريقة ويعني هتشوفي العجينة عايزين نوصلها لايه، هتعرفي بالكوباية تعملي عادي البسكوت ومش هيفرق معاكي خالص، هيبقى مظبوط جدا. وزي ما انتم شايفين البسكوت ما بيتعجنش، انا مجرد كده بالمعلقه بلم كده وادخل الدقيق يعني جواه، بحاول الم اهو كل الاطراف بالمعلقه لغايه ما الخليط بتاعي يبقى كده خلاص كده اتعجن. هنزل بس بايدي واظبط كده، وهو يا جماعه عجينه البسكوت بتبقى كده. انا عايزاها طريه كده بالشكل ده عشان البسكوت يبقى ناعم. كل ما العجينه كانت طريه واخده زبدتها المظبوطه هتلاقي البسكوته دايبه كده وناعمه وجميله. حتى لو هتعمليها في المكنه ده القوام الصح بتاعها. بصوا انا هعملها النهارده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الشكل العادي خالص للبسكوت. حابين تعملوها باي شكل او بقطاعه او اي حاجه عندكم، المهم العجينه بتاعتك مظبوطه شكليها زي ما انت عايزه. احط بقى يعني الشكل بتاع البسكوت دوت اللي هي هتديني الشكل. هحطها الرسمه يعني بتاعته في الكيس، وبعدين الكيس هحطه في كوبايه، وبعدين هاخد قطعه بقى من العجينه واحطها. تعالوا بس بصوا نشوف الشكل طالع عامل ازاي، مشرشر وهيفضل ثابت
بصوا بقى تعالوا نفرد. يعني كنت بجرب الاول يا جماعه بس الكيس هينزل لي البسكوت شكله عامل ازاي. وبصوا خلوا البسكوته محمله كده وشايله يعني كده عشان تبقى يعني دايبه كده ومقرمشه وجميله وما تتحرقش معاكم في الفرن. اي حاجه مش مظبوطه بايدينا كده ممكن نظبطها، وحاولي ايدك تبقى كلها يعني ظابطه واحده. لو لقيتي في واحده طويله وواحده قصيره ممكن بالسكينه تظبطي. عموما انا خلصت اهو الصاج كله، وعملت كمان صاج بالمقدار اللي احنا اشتغلنا بيه. هدخله الفرن على طول على درجة حرارة 180 على الشبكة. ولازم البسكوت يا جماعة ياخد لون كده، يعني ما ينفعش نطلعه فاتح ابدا. يعني لو حابة تغمقيه عن كده كمان، بصوا انا عاملة الناحية دي جزء يحمر اكتر احلى كمان. يعني كل ما يتحمر اكتر كل ما البسكوتة تديكي طعم، وطعم الزبدة يظهر وتبقى مقرمشة وجميلة جدا. بصوا اللي يعني انا بلمه اهو كله على بعضه. وعايزه اقول لكم في صوت خرفشه كده لما بنحرك البسكوت من القرمشه الجميله بتاعته. والشكل ثابت اهو زي ما انتم شايفين، الشكل ما راحش ولا اي حاجه. المقدار اللي انتم شايفينه ده كله اتعمل يعني بحوالي نص كيلو دقيق وشويه. ده غير بقى اللي اتاكل منه طبعا، لانه بيحبوا ياكلوه هو سخن كده ولسه طالع، بيبقى مقرمش وجميل جدا. وخلصته بقى كده، تعالوا بقى نبدا نقدمه ونشوف. نعمل بقى معاه كوبايه شاي، وهو ده احلى حاجه يا جماعه. احنا بنعمل بسكوت اساسا عشان كده. ينفع كمان بقى في المدارس في اللانش بوكس بتاع الاولاد. ولادنا بيحبوا يشتروا بسكوت من بره. لو ده وده اللي انتوا عاملينه مش هيحبوا يشتروا اي بسكوت من بره خالص. تقدري تعمليه بطعم كمان، يعني تحطي عليه كاكاو، تحطي عليه قرفه، او تحطي عليه جوز هند، او تحطي عليه اي اسانس من الاسانسات اللي بتتباع جاهزه، ريحه فاكهه يعني او اي حاجه. هيبقى بنفس المكونات مع الاضافه اللي انت هتضيفيها دي. بصوا جماله يا جماعه. عايزه اقول لكم المقدار ده اتاكل منه يعني جزء كويس خالص. تحفه بجد. نعمل حاجتنا في البيت اوفر وانضف واحلى بكتير. تعالوا بقى نعمل كوبايه شاي حلوه كده ونقدم بقى البسكوت بتاعنا. هو البسكوت ما يحلاش يا جماعه غير مع كوبايه الشاي او شاي بلبن زي ما انتوا حابين، خاصه لما يكون مقرمش وجميل ومظبوط. وعايزه اقول لكم سكره مظبوط بالملي، يعني هتحس ان انتوا ظابطين السكر ظابطه لاول مره في حياتكم بالطريقه دي. بصوا ناعم قد ايه وجميل جدا والطعم خطير. انت طبعا هتجربوا وهتشوفوا بنفسكم. طبعا عشان نحفظ البسكوت ويفضل مقرمش كده على طول نحفظه في علبة محكمة الغلق، سواء علبة بلاستيك، علبة صاج، اي حاجة. المهم العلبة تكون محكمة الغلق كده، وعمر البسكوت ما هيطرى ولا ياخد رطوبة ابدا، وهيفضل بنفس طعمه الاصلي ومحافظ على ريحة الزبدة الجميلة اللي انتوا عاملينه بيها. بصوا يا جماعة البسكوتة من جوه بوريها لكم قد ايه يعني جميلة مظبوطة جدا. خلصت الفيديو بتاعي، كان هدفي الافادة، يا رب تكونوا استفدتوا. شيروا بقى الفيديو في كل حتة، حطوا لايك، لو عندكم اي سؤال اكتبوهولي. شكرا لكم.